عن أحد الأصدقاء اليوم دز لي قصة. هاي القصة مأثرة بي وايد. يقول أكو ولد يحب بنية، والبنية هم تحبه ويريد يخطبها وكذا، فصار عنده عمل واضطر انه يسافر الى الخارج. فبالسفر تأخر هواي، بقى يعني فترة طويلة. فلما رجع لقاها مريضة بالمستشفى وكذا، فراح إلى المستشفى قالوا له إنه مرضها بعيونها، وبعد ما تشوف المرض مالتها بعينها، عيونها اثنينهن، وما تشوف إلا إنه شخص يتبرع لها بعين. فتبرع لها أحد الأشخاص بعين وأجروا العملية، نجحت العملية وخرجت من المستشفى. فبدأت تبحث عن هذا الولد اللي هو حبيبه. بقت تبحث فترة طويلة وما تلقاه، يعني إنه هو متخفي عن الأنظار. في أحد الأيام يعني صادفتها لقيتها، فلقيتها بعينه، فقال لها إنه أنا اللي تبرعت لك بالعين. فتأثرت هي بشكل كبير جدا. فأنا كتبت بيتين دارمي عن هذا القصة. أعمى وأنا بعيني لقسم هنا وياك، فصها ونظرها العين يرخص لك وهاك. قولوا له عد اثنين يتخير الزين، أو يبشر بلا تعطال توصل لك العين.